السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة توليب جاليري. إن شاء الله النهاردة هنقدم مع بعض فيديو جديد بسيط خالص، سهل وسريع. بيخلص معاكي في وقت قليل جدا، عبارة عن الأخطبوط ده. تمام، عملت واحد باللون الأبيض، تمام، والفيونكة عملتها بالبيبي بلو، وواحد عملته بالبينك، والفيونكة عملتها باللون الأبيض. طبعا هو ما خدش معايا خيوط كتير خالص، يعني تقدري تستخدميه بأي بواقي خيوط عندك. تمام، تقدري بقى تعلقيه في ميدالية مفاتيح، في شنطة. تقدري يعني تبقى مثلا جفت أو هدية، تقدري تقدميها لأي حد. بسيطة خالص، ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود. تمام. يلا بقى نبدأ مع بعض الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنبدأ بقى مع بعض. أول حاجة هشتغل معاكم النهاردة بإبرة مقاس 2.5 وخيط إليزي ديفا بلس. تقدري تشتغلي بأي نوع خيط وسمك خيط انت محتاجاه. وهستخدم النهاردة مع الأخطبوط هستخدم العيون اللي هي النص لولي ديت، وهستخدم معاها اللي هو اللزق الأو دوت، أو تقدري تستخدمي الشمع، مفيش مشكلة. وهستخدم مقص، وهستخدم إبرة طرف. تمام، الماركر عشان لما أجي أعلم مكان الغرز في بداية السطر ونهايته. تمام، فهنبدأ أول حاجة نستخدم اللون البينك عشان نعمل الجسم مع بعض. أول حاجة هعمل دايرة سحرية، هشتغل جوه الدايرة دي 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هقفل الدايرة، هشتغل السطر التاني سطر تزايد، هدخل فوق كل غرزة وهعمل غرزتين حشو عشان ينتهي معايا السطر التاني ب12 غرزة حشو. وأعلم أول غرزة هنشتغل بيها. تمام كده، خلاص خلصت السطر التاني، انتهى معايا ب12 غرزة. هشتغل دلوقتي معاكم السطر التالت. أول غرزة فيها هشتغلها حشو، بعد الحشو هشتغل غرزة تزايد، هكرر بقى لنهاية السطر غرزة حشو، اللي بعدها تزايد، هكررهم كده لنهاية السطر التالت عشان ينتهي معايا ب18 غرزة حشو. خلصت كده السطر التالت وانتهى معايا ب18 غرزة. السطر الرابع هشتغل أول غرزتين حشو، 1 2 بعد الاتنين حشو هشتغل غرزة تزايد، هكرر بقى 2 حشو وتزايد لنهاية السطر الرابع عشان ينتهي معايا ب24 غرزة حشو.
تمام كده، خلاص خلصت السطر الرابع. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل أدوار ثبات. هبدأ أشتغل الأدوار الثبات دي من أول السطر الخامس لحد ما أوصل للسطر التاسع. كل دور هينتهي معايا بالخمس أدوار دول، هينتهي بال24 غرزة حشو. هخلص بقى الخمس أدوار وهرجعلك في أول السطر العاشر. تمام كده، خلاص خلصت الخمس أدوار ثبات اللي كل سطر فيهم انتهى معايا بال24 غرزة. دلوقتي بقى هشتغل معاكم السطر العاشر. هشتغل أول غرزتين حشو، 1 2 بعد الاتنين حشو هشتغل غرزة واحدة بس تناقص، هكرر بقى 2 حشو وتناقص لنهاية السطر عشان ينتهي معايا ب18 غرزة. تمام كده، خلاص خلصت السطر العاشر. هشتغل معاكم دلوقتي السطر ال11. أول غرزة فيه هشتغلها حشو، بس هشتغلها في الحلقة الخلفية. هدخل كده في الحلقة الخلفية، هشتغل كل السطر ال11 في الحلقة الخلفية. أنا اشتغلت أول غرزة حشو، هشتغل الغرزة التانية تناقص، هدخل كده في الحلقة وأسحب خيط وأدخل في الغرزة اللي بعدها برضو وأسحب خيط. كده عندي 3 حلقات، هخرج من ال3 حلقات اللي على الإبرة عندي. تمام، هكمل بقى غرزة حشو واللي بعدها غرزة تناقص في الحلقة الخلفية. يبقى هشتغل كل السطر ال11 في الحلقة الخلفية. بدخل كده اهو حشو تناقص في الحلقة الخلفية، حشو في الحلقة الخلفية وتناقص في الحلقة الخلفية، حشو تناقص في الحلقة الخلفية. آخر تكرار عندي اللي هو الحشو والتناقص في الحلقة الخلفية. كده السطر ال11 انتهى معايا ب12 غرزة. دلوقتي بقى هحشي الجزء ده عندي عشان هنبدأ دلوقتي نقفلها مع بعض. هنيجي بقى دلوقتي نشتغل آخر سطر معانا اللي هو السطر ال12. هشتغل السطر كله تناقص، هدخل بقى عادي التناقص اللي احنا بنشتغله عادي اللي هو في الحلقة الأمامية. بدخل كده واسحب خيط، دي كده أول غرزة. هشتغل كل السطر تناقص، يعني هشتغل 6 تناقصات. كده أنا عملت أول غرزة تناقص، تاني غرزة تناقص، تالت غرزة تناقص، رابع غرزة تناقص، خامس غرزة تناقص،
سادس غرزة تنقص. بعد كده هفصل الخيط عندي. وابدأ بقى اقفل الفتحة اللي عندي دي، ان انا بدخل كده بإبرة التنظيف في الحلقة الامامية من كل غرزة عندي. تمام. هنيجي بقى دلوقتي نشتغل الرجول اللي بتبقى او المخالب اللي بتكون في جسم الاخطبوط نفسه. فهدخل هنا مكان السطر اللي احنا اشتغلنا فيه في الحلقة الخلفية. هشتغل دلوقتي بقى في الحلقة الأمامية، وهجيب الخيط عندي البنك اللي احنا كنا شغالين بيه. بعد كده هرتفع بسلسلتين، 1 2، وهجيب بقى خيط البداية ده معايا كده قدامي عشان اخده معايا تحت الشغل، والف الخيط عندي على الإبرة، وهدخل مكان الغرزة اللي هي أو الحلقة الأمامية اللي احنا شغالين فيها، وهعمل أول غرزة عمود بلفة. هلف الخيط تاني مرة عندي على الإبرة، وهعمل تاني غرزة عمود بلفة. بعد كده هرتفع بسلسلتين، 1 2، وهسيب الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها عمودين بلفة، هدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل غرزة منزلقة. تمام كده انا عملت غرزة منزلقة. هدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة مرة كمان. كده انا بعد ما خلصت الاتنين عمود بلفة وارتفعت بالسلسلتين عملت غرزتين منزلقة، بس اشتغلتهم في حلقتين من تحت اللي هما الحلقتين الأماميتين اللي احنا سيبناهم. تمام. بعد كده هرجع تاني أكرر نفس اللي أنا عملته هنا في أول واحدة. هرتفع بسلسلتين، 1 2، ألف الخيط عندي على الإبرة وهدخل في نفس المكان، هعمل غرزتين عمود بلفة. بعد كده ارتفع بسلسلتين. خلاص بعد ما خلصت الاتنين عمود بلفة برتفع بسلسلتين، وهنزل في الحلقة اللي بعدها اللي عليها الدور وهعمل غرزة منزلقة. هدخل في الحلقة اللي بعدها كمان واعمل غرزة منزلقة. تمام بالشكل ده كده. بعد ما عملت 2 منزلقة عملتهم في مش حلقة واحدة، عملتهم في حلقتين جنب بعض. هرتفع بسلسلتين، ما تنسيش السلسلتين الارتفاع، وهدخل في نفس المكان او في تاني غرزة منزلقة اللي احنا ارتفعنا منها بسلسلتين، وهعمل غرزتين عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده هرتفع بالسلسلتين. خلاص كده خلصت الاتنين عمود بلفة، منساش السلسلتين، وهنزل في دي مكان اللي احنا دخلنا فيه غرزة العمود بلفة، لا هنزل في الحلقة اللي بعدها وهعمل غرزة منزلقة. كده انا عملت غرزة واحدة بس منزلقة. هدخل في الغرزة اللي عليها الدور برضو وهعمل غرزة منزلقة. تمام. وهكمل بقى لحد ما اخلص الرجول بتاعتي، لحد ما اوصل لاخر واحدة. هنا هيكون مجموع الارجل دي او المخالب هتكون 9 مخالب. تمام. عشان بس ما اطولش الفيديو اخلص بقى الرجول دي وارجع لكم تاني. تمام وصلت هنا كده لاخر رجل عندي.
دخلت اهي في اول واحدة احنا اشتغلناها مع بعض عشان اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. نعدهم بقى كده مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. هاخد بس الاول سلسلة عشان أأمن الشغل عندي، أفصل الخيط بس وأنضفه بقى تحت الشغل. هنيجي بقى دلوقتي نشتغل الفيونكة. فأول حاجة هعمل عقدة بداية، بعد كده هرتفع ب3 سلاسل: 1 2 3. هاجي هنا افوت سلسلتين وهاجي في اخر سلسلة عندي اللي هي بعد عقدة البداية، والف الخيط بتاعي عند الابرة، وزي ما قلت لك هفوت السلسلة التانية وهاجي في السلسلة التالتة وهعمل فيها 3 غرز عواميد بلفة. ده كده اول غرزة عمود. تاني غرزة عمود بلفة في نفس المكان. تالت غرزة عمود بلفة في نفس المكان. تمام. بعد كده هرتفع بسلسلتين: 1 2 3، وهدخل في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه 3 عواميد بلفة، وهدخل فيه واعمل غرزة منزلقة. كده انا عملت النص الاول للفيونك بالشكل ده. هرتفع تاني ب3 سلاسل: 1 2 3، والف الخيط برضو عندي تاني على الابرة، وهدخل في نفس المكان هعمل 3 غرز عواميد بلفة: 1 2 3 بالشكل ده. كده انا عملت الجزء التاني. بعد ما عملت ال3 عواميد بلفة هرتفع ب3 سلاسل: 1 2 3، وهرجع تاني ادخل في النص كده واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وارتفع بسلسلة واحدة واقطع الخيط على مسافة عشان لما نثبتها في الاخطبوط. بس وده كده شكل الفيونكة. هنثبتها بقى في الراس بتاع الاخطبوط. تمام. بس قبل ما نثبتها هنيجي دلوقتي نثبت العيون اللي هي النص لولي دي. هاجي هنا اجيب القوة عندي او اي لزق انت بتحبيه، او لو ما عندكيش اللي هو النص لولي ده تقدري تستخدمي تطريز بخيط لونه اسود. تمام. اول حاجة انا هعد سطر 2 3 4 5 6. هاجي هنا واحط جزء بسيط خالص وهفوت غرزتين وهاجي هنا في نفس المكان برضو.
هنيجي بقى دلوقتي نثبت مكان الفيونكة بالشكل ده هنا. عايزة تثبتيها لزق برضو مفيش أي مشكلة. تمام كده، خلاص خلصت الأخطبوط، وده كده شكله معايا في النهاية. تمام، بعد ما كمان ركبت له الميدالية. وده كده بقى كان فيديو النهاردة. أتمنى بقى إن شاء الله إن يكون شرحي كان سهل وبسيط، وهستنى بقى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة. مع السلامة.